تعمل جمهور محفوظ أو saved audience عشان تستخدمه في حملاتك الإعلانية. اقلب الموبايل وتعالَ معايا على الشاشة. زي ما أنت شايف قدامك إحنا هنا فاتحين الads manager بتاعنا عادي جدًا. هنيجي من هنا كده ونروح على audiences. هيفتح معاك الصفحة اللي أنت شايفها دلوقتي دي، هتيجي هنا وتدوس على create audience وبعد كده تدوس على create saved audience. هنا كده هتبدأ إن أنت تكتب الاسم بتوع الaudience بتوعك، وليكن مثلًا أنا هاسميه good test. وبعد كده تبدأ تختار اللوكيشن بتاعك. أنا هنا مختار مصر. ممكن أنت مثلا لو عاوز تستهدف محافظة معينة اكتب مثلا كايرو. ابتدي إن أنا أختار محافظة معينة يعني زي القاهرة، وهنا هو مديني أهو دايرة القطر بتاعها 25 ميل. ممكن إن أنا أزود أو أقلل حسب اللي أنا محتاجه. طبعا نقطة اللوكيشن بسيطة وسهلة. بعد اللوكيشن هبدأ إن أنا أجي هنا وأختار المينيمم ايج. هنا هنختار المينيمم ايج، ولما ننزل تحت هتلاقينا بنبتدي إن إحنا نختار سن برضو اللي هو من كذا لكذا زي ما كنا بنعمل زمان. طب إيه لازمة المينيمم ايج ده؟ ده علشان الادفانتج بلس اودينس. فأنا مثلا هنا وليكن هخلي المينيمم ايج 18 سنة. بعد كده بنيجي لنقطة مهمة جدًا وهو بيقول لك exclude this custom audience. بمعنى إن أنا ممكن يكون عندي custom audience معين عاوز إن أنا أشيله من الحملات الإعلانية بتاعتي. ممكن يكون جمهور اشترى مني بالفعل، لسه دورة المنتج ما عدتش عليهم فمش هيحتاجوا يشتروا مني دلوقتي تاني. فأنا هنا مثلًا باقول له شيل لي الجمهور ده. طب إحنا إزاي أصلًا بنعمل custom audience؟ ما تنساش تعمل follow للpage علشان الفيديو اللي بعد ده على طول هيعلمك إزاي تعمل custom audience. فالمهم زي ما كنا بنكمل مع بعض، هنا أنت عرفت إن دي exclude this custom audience، إن أنا عايز أشيل جمهور معين ما يظهرلوش الحملة بتاعتي لما أستخدم الجمهور ده في الاستهداف بتاعي. نيجي لجزئية الlanguages. لو أنت جوه مصر سيب الlanguages دي ما تحطش فيها حاجة. طب لو أنت في الإمارات، السعودية، عارف إن في مثلًا جنسيات مختلفة زي دولة الإمارات بالتحديد، في هنود وبنجالة وباكستان وفلبينيين وروسيين، ففي جنسيات كتير جدًا. فأنت هنا لو عاوز تحدد لغة معينة ممكن تحدد لغة معينة زي العربي أو الإنجليزي أو الروسي على حسب أنت محتاج أنهي لغة. فدي في نقطة الlanguages. بعد كده هنيجي بقى لجزئية الadvantage plus audience. بيقول لك إن إحنا هنعمل يعني إيه upload كده للإعلان بتاعك، وإن إحنا ممكن نوصّله لجمهور بعيد عن استهدافك الدقيق ده، بهدف إن إحنا نحسّن حملاتك الإعلانية. وبيتهيأ لي ممكن أنت كتير سمعت أوي عن موضوع الadvantage plus audience. بعد كده بنيجي تاني نلاقي جزئية اسمها custom audience، بس هنا دي include. يعني ايه include؟ يعني انا بقول له الجمهور اللي انا هختاره او الكاستم audience اللي انا هختاره انا عايزك تخليه جوه الحملة، وعاوز الحملة دي تظهر له لما ابتدي استخدم الجمهور المحفوظ ده. وبرضه من هنا اقدر اختار اي كاستم audience عندي علشان اضمنه جوه الحملة. بعد كده بنيجي للجزئية العادية بتاعتنا. أنت عايز السن من كام لكام؟ وليكن مثلًا أنا في المجال بتاعنا اللي هو مجال الكورسات ممكن أخلّيه من 18 ل35. عايز ستات والّا رجالة والّا الاتنين؟ الاتنين. وبعد كده باجي لجزئية الdetail targeting. ممكن مثلًا أختار social media marketing، ممكن أختار online advertising، ممكن أختار digital marketing، ممكن أختار الحاجات اللي هي related بالمجال بتاعي. ولكن ببساطة أنا كده عملت الaudience أهو. ولو هنا دوست create saved audience هيبتدي إن الجمهور يظهر معايا زي ما أنت شايف هنا أهو good test. ده الأودينس اللي إحنا عملناه. وبكده تكون اتعلمت إزاي إن أنت تعمل جمهور محفوظ أو saved audience. اعمل save للفيديو ده عشان ترجع له وقت ما تحتاج له. ولو عارف إن في حد من صحابك مهتم بمجال الديجيتال ماركتنج زيك ابعت له الفيديو ده على طول عشان يستفيد ويعرف إزاي يعمل جمهور محفوظ يستخدمه في حملاته الإعلانية. أنا زياد سليم وإحنا هنا كنا في ذا جوت أكاديمي.